عمرك سألتي نفسك أنا أم حازمة ولا أم قاسية؟ خفتي تخشي في حتة إن أنت تبقي قاسية على ولادك وهم هتجني الثمار القسوة دي بعدين؟ السلام عليكم يا أمهات. حلقة النهاردة مهمة جدا لأن في فرق كبير بين الحزم والقسوة، وكتير من الأمهات بتتلخبط بينهم، يا إما تبقى متساهلة بزيادة فيضيع الكلام، أو تبقى شديدة وعصبية فيخاف الطفل ويتأذى نفسيا. فإزاي بقى تكوني حازمة وفي نفس الوقت تكوني حنينة عليهم؟ أول حاجة لازم تعرفي يعني إيه حزم ويعني إيه قسوة. حزم يعني قوانين واضحة وكلمة ثابتة وتنفيذ للعواقب بس بهدوء، من غير صراخ أو إهانة. أما القسوة فهي ضرب وتهديد وتقليل من الطفل وعصبية وصوت عالي وعقاب مؤذي. الحزم بيعلم، أما القسوة بتخوف وبس. في علامات بقى إنك تكوني أم حازمة. الأم الحازمة بتقول لأ وقت اللزوم، مش على الفاضي والمليان، ما بتغيرش كلامها كل شوية، هادية حتى وهي زعلانة، بتسمع لطفلها لكن مش كل طلباته مجابة أو بتتنفذ. عندها حدود واضحة وصريحة وقوانين ثابتة، زي مثلا أنا بحبك لكن مش هسمح بالغلط ده يتكرر. الجملة دي بتخلي الطفل يحس إنه محبوب طول الوقت، بس التصرف هو اللي هيتعاقب عليه مش الشخص نفسه. احنا عايزين امثله عمليه. بدل ما تقولي له انت طفل مستفز، قولي انا مش هسمح بالطريقه دي في الكلام. بدل ما تصرخي وتصوتي اقفلي او تقفلي التلفزيون حالا، لا قولي بهدوء اتفقنا ان الوقت خلص دلوقتي هنقفله. يعني نتفق على حاجه قبل ما نعملها مباشره. اهم حاجه بقى انك تكوني ثابته على موقفك. لو مره منعت الحاجه ومره وافقت عليها تحت ضغط او عياط، الطفل هيتعلم ان البكاء بيغير القوانين. طب ايه الاخطاء بقى اللي تخلي الحزم يتحول لقسوه؟ الاخطاء اللي بتخلي الحزم يتحول لقسوه: العقاب وقت العصبيه، الاهانه قدام الناس، المقارنه باخواته او بغيرهم، الضرب، كثره الاوامر والصريخ. في بقى نقطه مهمه: الطفل محتاج حب واحتواء وفي نفس الوقت حدود وقوانين واضحه. ما تلخبطوش الاتنين مع بعض، يعني تربيه صحيه. افتكري دايما ان الطفل مش محتاج ام كامله ولا ام مثاليه، هو محتاج ام هاديه وثابته وعادله وبتحبه بوضوح. الحزم مش ضد الحنان، الحزم الحقيقي هو نوع من الحب.